في جلسة من الجلسات قابلت شخص بيقول لي جملة واحدة بس: أنا مش عارف أنا بحب إيه ولا عارف أنجح في إيه. كل ما ببدأ خطوة برجع ورا خطوتين. أنا مش فاشل بس تايه، مش كسلان بس مش لاقي نفسي. الوجع الحقيقي مش في إنك تفشل، الوجع إنك بتكون بتحاول ومش فاهم ليه برضه مفيش نتيجة. أغلب اللي حاسين إن حياتهم واقفة مش واقفة عشان هم ضعاف ولا لأنهم مش موهوبين. الحياة واقفة لأنهم ماشيين من غير اتجاه واضح، بتجرب شغل مش شغلها، حاجة مش حابينها، وأهداف مش نابعة من جواهم لكن بيحققوها لغيرهم، وحياة متصممة على مقاس ناس غيرنا. فطبيعي إنك تتعب وتفقد الشغف وتحس إنك بتلف في دايرة ملهاش نتيجة. وكل مرة بتبدأ من غير فهم حقيقي لنفسك بترجع ورا، مش لأنك غلط بس عشان الأساس لسه ما اتبناش. مش كل تأخير فشل، وأحيانا الرجوع لورا بيكون إشارة إن الطريق اللي قدامك مش طريقك. النجاح مش في إنك تجري أكتر، النجاح إنك تعرف أنت مين وعايز إيه فعلا، وإيه الطريق اللي شبهك مش اللي الناس حواليك راسمينهولك. لو كل اللي جواك متلخبط فده طبيعي، ولو مش عارف تحب ايه او تنجح في ايه ده مش معناه ان مفيش حاجه تستاهل. انت مش غلط، انت بس محتاج وضوح ومساحه امنه تفهم فيها نفسك من غير لا ضغط ولا مقارنه ولا استعجال. انت من حقك انك تجرب لحد ما توصل للحاجه اللي تلاقي فيها شغفك وحبك وطاقتك فيها. انت مش لوحدك، ولا فاتك القطر ولا اي حاجه، ومفيش سن معين ندوسه. وباكد دايما على ده، كل واحد فينا له توقيته وله طريقه، والطريق بيبان لما بنبطأ شويه ونبص لجوه. انا جهاد منصور، لايف كوتش معتمد، حابه اقول لكم ان في لحظات كتيره في الحياه بنحتاج حد يساعدنا نفهم نفسنا عشان نكمل الطريق. الخطوه الجايه ليك هتلاقيها هنا. ابعتولي على الاكونت اللي هيظهر قدامكم على الشاشه وهنرد عليكم بكل التفاصيل.